السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم إن شاء الله بدنا نطبخ. وصفتنا لليوم مقلوبة. أول شغلة طبعا بدنا زيت، بدنا بصلة، بعدين بدنا ننزل الدجاج، بس نحط الدجاج بدنا نقلبه. هسا بدنا نستخدم البهارات اللي بدنا نحطها: ملح، كزبرة، فلفل أسود، هيل مطحون وقرفة من كل نوع معلقة، وبدنا كمان ورق غار. هسا بنترك الدجاج على ما نقلبه منيح، بعدين بنضيف المي. هون طبعا بعد ما حطينا الدجاج واخذ من كل بهارات تمام، راح نضيف المي ونستناه حتى يستوي. هيك طبعا بعد ما ضفنا المي بدنا نغطيه ونستنى. بهذا الوقت بدي اعمل الخضرة اللي بدي اضيفها على المقلوبة. وهسه بدنا نكمل. طبعا بعد ما ننقع الرز انا بستعمل رز حبة قصيرة مع رز حبة طويلة، 4 كاسات قصير وكاستين طويل. طبعا البهارات اللي انا بدي احطها على الرز اللي هي ملح، كزبرة، فلفل اسود، كاري، زنجبيل، 7 بهارات، قرفة وهيل مطحون. وهيك بعد ما خلطنا الرز وجهزناه رح نبلش بالخطوة الثانية اللي هي رح نطبخ المقلوبة. اول اشي بدنا نحط بندورة بالكعب، وبدنا نحط الدجاج، وبعدين بدنا نحط الخضرة. طبعا الخضرة اللي انا بدي احطها اللي هي بطاطا، باذنجان، زهرة وجزر، واي نوع خضرة انت ما بتحبي انك تضيفيه لا تضيفيه. وهيك بعد ما صفطنا الخضرة زي ما انتم شايفين، هسا بدنا نضيف الرز. هسا هيك بعد ما ضفنا الرز بدنا نضيف صحن، نضغط شوي علشان يضل الخضرة والرز وكل اشي مكانه. بعدين رح نزيد الشوربة. وهيك بعد ما ضفنا المرقة على الرز بدنا نسكرها ونستنى عليها تقريبا نص ساعة حتى تستوي. وهيك بتكون خلصت طبختنا لليوم. حبيت افرجيكم الشكل النهائي، وصحة وعافية.